بالروح بدم نفديك وجلا، بالروح بدم نفديك وجلا. اهلا وسهلا بالشبيبات. لا حياة بدون القائد، ليس روكتي النوبة، ليس روكتي النوبة. القائد عبد الله أوجلان الذي كرس جل حياته في سبيل تحرير الشعوب من براثن الهيمنة والسلطة، تلك الطاقة التي لم تستطع الدولة التركية الحد منها حتى وهو في سجنه الانفرادي الذي حوله إلى مدرسة ونشر فكره بشكل أوسع من خلال مؤلفاته التي صبغت بفلسفة الأمة الديمقراطية لتصبح أساساً للعيش المشترك بين جميع المكونات القومية والدينية والثقافية في المنطقة على مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية. ومن هنا أيقنت الشعوب المضطهدة في الشرق الأوسط أن حريتهم مرهونة بحرية القائد عبد الله أوجلان الذي يناضل بين 4 جدران لا تتعدى مساحتها المترين دون يأس أو استسلام، مؤكدا أن النفس الذي يتنفسه في سجنه رغم كل الصعوبات التي تواجهه من الناحية الصحية والعزلة المفروضة عليه ومنع محاميه وذويه من مقابلته فقط من أجل أن نعيش نحن بكرامة. ومنه على شعوب الشرق الأوسط أن تدرك أثناء تحديثها لذاتها أن السبيل إلى ذلك يمر من ثورة الحقيقة التي هي ثورة ذهنية وثورة نمط الحياة. إنها ثورة الخلاص من الهيمنة الإيديولوجية، وإن ثورة الشرق الأوسط هي ثورة توحيد الفكر والقول والعمل، وستقدم مساهماتها وتؤدي دورها التاريخي في إطار العصرانية الديمقراطية. العزلة ومنع المحامين من اللقاء معه ومنع حتى العائلة من زيارته. هنا كان جواب القائد الكوني، القائد الذي نادى بالديمقراطية والحرية لجميع الشعوب وضحى من أجل المجتمعات للنهوض إلى المستوى الإنساني والخلاص من العبودية والاستبداد والإنكار والإبادة. والجواب هو حين قال: وفاء مني للبشرية يتعين علي القول أن القيمة الوحيدة التي تجعلني صامدا هي عشق العلم، وأنه ما من خيار سوى عشق العلم قادرا على تهوين وتخفيف أشد مخاضات الحياة حدة بما في ذلك الموت. ومن خلال جواب القائد آبو أفشل المؤامرة الدولية التي حيكت ضده. فكر وفلسفة القائد أن تكون مشاركة في تخليص المجتمع من عبوديته ونيل حريته في المجتمع في جميع الجوانب السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية، ونهضت بالمجتمعات وأدارت نفسها بنفسها، حيث وجود الإدارة الذاتية اليوم خير مثال على ذلك. القائد عبد الله أوجلان رمز الصمود، رمز الحرية، رمز الديمقراطية، مشعل النور الذي أضاء جميع أراضي الشرق الأوسط، والذي تستمد جميع الأمم من ذلك الفيلسوف والقائد والمفكر ما هي معنى الحرية، وما هي معنى الديمقراطية، وما هي رفع الظلم والاضطهاد عن المظلومين. كما أحيي أبطالنا الشجعان من قسد الذين بصدورهم يردون العدوان التركي الذي لم تردعه أي مفاهيم وأي أخلاق. السلام عليكم. خلال هذه السنوات زارت CPT سجن إمرالي 9 مرات. أعدت اللجنة 6 تقارير ذكرت فيها العزلة الشديدة المفروضة على القائد، واقترحت على تركيا إنهائها كونها تعد انتهاكا لحقوق الإنسان، لكن تركيا لم تقبل ولم تأخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار. بالمقابل لم تنشر هذه اللجنة هذه التقارير، فمنذ 21 شهرا لم يحدث أي تواصل مع القائد. فالمسيرات والمظاهرات وخيم الاعتصامات بدأت في أوروبا وروجافا وشمال وشرق سوريا، واليوم في الرقة. وعلى هذا الأساس يجب أن نرفع صوتنا عاليا ونطالب
CPT بالتدخل الفوري والضغط من أجل الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، فقد حان وقت الحرية. ومن أجل المطالبة والاستمرار بحملة الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان تم الاتفاق على التوصيات التالية. أولاً، العمل على إيجاد آلية تنسيق مع المكاتب التي تختص بحقوق الإنسان والمكاتب القانونية ومكتب العصر الحقوقي لإعداد ملفات قانونية باسم شمال وشرق سوريا. ثانياً، التواصل مع المكاتب الحقوقية في الدول العربية للاستفادة من علاقاتها بالتأثير في الدول الأوروبية والعالم من أجل الضغط على تركيا لتحصيل الحقوق المسلوبة للقائد عبد الله أوجلان. ثالثاً، توجيه رسائل قانونية من قبل المحامين في شمال وشرق سوريا لمحكمة حقوق الإنسان الدولية في محاولة لإيصال الحقيقة لأكبر نطاق ممكن. رابعاً، العمل على المنصات الإلكترونية وبالأخص نقابات المحامين في العالم وكشف قيود المؤامرة الدولية على القائد. خامساً، تكريس جميع الوسائل الإعلامية لكشف المؤامرة الدولية وتوضيحها والمطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان. سادساً، تكثيف عقد المؤتمرات على المستوى الإقليمي والدولي من أجل حرية القائد. سابعاً، تشكيل لجنة من المحامين والحقوقيين تعمل على التواصل مع الجهات الإنسانية العالمية لكسر العزلة وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. ثامناً، اقتراح تشكيل مكتب يضم حقوقيين ومحاميين من مختلف شعوب المنطقة للذهاب للقاء القائد عبد الله أوجلان. تاسعاً، تنشيط العمل من أجل رفع دعوى حقوقية للقائد لمحكمة العدل الدولية. عاشراً، التنسيق مع اتحاد المحامين العرب وجامعة الدول العربية عن طريق نقابات المحامين في شمال وشرق سوريا بخصوص وضع آلية لرفع دعاوي حقوقية للقائد لمحكمة العدل الدولية وإيصال صوت الحقيقة. 11، العمل على تكثيف النشاط الفكري والقانوني والسياسي بهدف إيصال برنامج الإدارة الذاتية إلى الواجهة السياسية العالمية كشكل من أشكال الحكومة السياسية المتعارف عليها في القانون الدولي. 12، مخاطبة مجلس وزراء أوروبا من أجل التحرك ضد الممارسات المخالفة لحقوق الإنسان التي تمارس ضد القائد في سجن إمرالي. الحرية لقائد الشعوب